اليوم الجورنال فيغ خبر عنوانه محسن متولي يفسخ عقده مع الأهلي بشكل مفاجئ وجماهير الرجاء تعلق على الخبر. وفي تفاصيل الخبر، فسخ فريق أهلي طرابلس الليبي العلاقة التعاقدية اللي كتربطو مع اللاعب المغربي محسن متولي، وذلك وفق ما أكدته تقارير إعلامية ليبية. وفضلت إدارة أهلي طرابلس الليبي فسخ عقد متوسط الميدان الرجاء السابق متولي بالتراضي بسبب رغبة الطرفين في إنهاء العلاقة بينهم، على الرغم من أن العقد مازال ساري المفعول لغاية يونيو المقبل. بعد انتشار الخبر علقت عليه الجماهير الرجاوية بمختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحيث شافت الأغلبية أن اللاعب ما بقى عنده ما يعطي ولازم ينهي مسيرته الكروية بأحسن طريقة عوض الإحراج مع الفروق اللي كيوقع معها. وشافت في أخرى أنه أحسن ما قام به عزيز البدراوي هو عدم تجديد اللاعب متولي بحكم أنه ما غيفيدش الفريق، والدليل أنه ما استطاعش يفرض نفسه في فريق ليبي، فما بالك يفرضها في فريق الرجاء اللي محتاج اللاعبين من مستوى كبير يقارع به الأندية الإفريقية كالأهلي والترجي التونسي. وكان محسن متولي انضم لصفوف أهلي طرابلس الليبي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وموجب عقد كيمتد الموسم الرياضي واحد بعد نهاية مسيرته مع الرجاء اللي قرر عدم التجديد ليه بسبب تراجع كبير في مستواه التقني والبدني في السنوات الأخيرة.